السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البترول بينزل في جميع دول العالم إلا مصر. كل دول العالم يا جماعة البترول متدني، أسعاره متدنية وبتهبط، إلا مصر أسعار البترول بتصعد فيه. في الوقت اللي الشعب المصري حصل نشوة فرح والناس فرحانة باللي حصل في شرم الشيخ في اتفاقية السلام وشغل المخابرات العامة. وانا هنا قاصد اقول شغل المخابرات العامة، او ليس شغل الرئاسة ولا شغل الوزراء ولا شغل وزارة الخارجية المصرية، ده شغل المخابرات العامة. اللي حصل في شرم الشيخ خلى الناس تشم نفسها شوية والشعب المصري يفرح، ولو لوهلة يطلع علينا رئيس الوزراء ويزود اسعار الوقود في الوقت اللي اسعار البترول عالميا بينخفض واسعار الدولار عالميا وفي مصر بينخفض. طيب رئيس الوزراء الأقل وصف اللي هو يتوصف له اللي هو الكاذب. تعالوا نشوف كان بيقول إيه زي اليومين دول في شهر 10 اللي فات 2024، وبالتحديد يوم 19/10/2024 كان بيقول إيه هذا رئيس الوزراء الكاذب. ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل $80. طب النهارده السعر 73، يبقى معنى كده ان لدينا فرصة اذا استقرت الاسعار في على هذا المتوسط اللي هو 73 74، يبقى عندي فرصة كدولة ان انا ما ازودش الاسعار بالصورة اللي انا كنت حاططها كخطة من هنا لغاية اخر 25. ونشوف هنا يا جماعة هو كان بيستهدف سعر برميل البترول اللي هو أبو 73 أو 72. السعر اللي هو كان بيستهدفه السنة اللي فاتت كان بيقول لو فضل سعر البرميل على هذا السعر لن يرتفع البترول في مصر ولا المحروقات 2025. هذا الكاذب زود المحروقات في مصر مرتين سنة 25 في الوقت اللي سعر البرميل فيه مش 73 72، ده 61 و60 ونزل ل 58 سعر برميل الوقود أو برميل النفط عالميا. فهنا هذه الحكومة لن نثق فيها أبدا لأنها حكومة كاذبة، واحنا طبعا كلنا عارفين اللي هم حكومة هزاز الرؤوس، ولازم نعترف بالكلام ده يا جماعة. الناس كلها عارفة الكلام ده. الراجل ده راجل المرحلة دي، المرحلة اللي هو بينفذ تعليمات فقط لا غير، وقابل على نفسه والحكومات والوزراء كلهم قابلين على نفسهم اللي هم ما فيهمش كادر، لان دول لو كوادر او بيفهموا او عندهم مبدأ مش هيقبلوا على نفسهم الوضع اللي هم فيه ده. وهنا نستنبط ان رئيس الوزراء دي او الوزارة ديت خلاص اتقرت فتحتها يا جماعة. معنى اللي حصل يوم الجمعة اللي فاتت دي او امبارح بزيادة سعر الوقود او المحروقات في مصر، هم كده الناس دي اتقروا فتحتهم خلاص، هم ما عادش عايزينهم، هم عدوا المرحلة اللي هم كانوا عايزينهم فيها، عشان كده بيحرقوهم مع زيادة المحروقات. وهم اعتقد ان هم فاهمين الكلام ده. الناس دي ما يهمهمش حاجة غير مصلحتهم بس فقط لا غير. الناس دي لو اصحاب مبدأ ما كانوش هيقبلوا بالوضع اللي هم فيه ده، ولا هم ما تقوليش هم همهم الوطنية وهمهم مصلحة مصر، لان مصلحة مصر مش باللي هم بيعملوه ده. هم كل واحد فيهم مادام قبل اللي هو يقعد على الكرسي او يفضل بالمستوى المتدني اللي هو فيه ده، لا انت كده مش همك غير مصلحتك فقط. ما تقوليش وطنية، ان الوطنية دي شعب. الوطن ايه غير اللي هو شعب يا جماعة؟ اي وطن في الدنيا ايه غير اللي هو شعب وناس. انا مش فاهم بصراحة هذه الحكومة ماذا فعلت للشعب المصري. اي مشكلة عندهم اقتصادية ما لهاش اي حلول غير ان هم يجوا على الشعب المصري. المواطن المصري هو اللي بيدفع فاتورة فشلهم في كل مرة، ولم ينجحوا في اي ملف من ملفاتهم. اللهم ان يعني احنا ما صدقنا كشعب مصري نفرح ان اول ملف يديره المخابرات العامة اللي هو ملف غزة الحمد لله نجح، وكنا فرحانين ومبسوطين احنا كشعب ومواطنين مصريين. يسيبوا الشعب يفرح؟ لا، ما ينفعش الشعب المصري يفرح. تعالى لازم نديك واحدة. هذه الحكومة الفاشلة فاشلة في جميع ملفاتها للأسف الشديد. وهم للأسف زي ما قلت لكم هم رجال مرحلة معينة ليس لهم فكر أساسا. يعني الحكومات الناجحة بتفكر يا جماعة، بتفكر ازاي يريحوا شعبهم،
بتفكر ازاي يستنبطوا، يتفكر ازاي يعني يبقى عندهم من الفكر ومن الابداع اللي هم يشوفوا حلول جذرية مش على حساب المواطنين، حلول تريح المواطنين، مش حلول على حساب ان هم بياخدوا الحل السهل. اي مشكلة عندهم بياخدوا الحل السهل. قبل كده قال لك كورونا هي السبب، الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها. بعد كورونا قال لك حرب اوكرانيا وروسيا. بعد حرب اوكرانيا وروسيا حرب غزة. بعد حرب غزة السلام. هما كده كده هيرفعوا سواء في حروب او مفيش حروب. هو الحكومة دي ما عندهاش اي حلول غير حلول ما على كاهل المواطن المصري. هو دي حلولهم يا جماعة. حكومة فاشلة، ليس عندهم حلول. وما تقوليش صندوق النقد او صندوق الخراب اللي انت دخلته مصر هو اللي طلب منك كده. لا، صندوق النقد الدولي بنفسه طلع الشهر اللي فات قال لك لا نوصي بزيادة المحروقات في مصر. فما تقوليش الصندوق الخراب اللي انت المسؤول عنه برضو مش احنا هو اللي طلب منك كده. انت ما عملتش اي حاجة عليك اللي طلب منك صندوق النقد. ما اتخرجتش من الشركات، من التخارج الحكومي او التخارج الجيش، ما خرجش من مصانع او من الانتاج في مصر او من الشركات في مصر. انت كل اللي بتعمله اللي انت بتزود على كاهل المواطن المصري فقط لا غير. 20 تعويم من محروقات من 2019. يا راجل اتقي الله، اتقي الله فينا، اتقي الله في الشعب، اتقي الله في المواطن المصري. انت بتعملش اي حلول. انتوا حكومة ليست عندكم اي حلول جذرية. انتوا جايين تطلعوا يعني هقول لكم ايه بس. انتوا يعني مش فاهم يعني ده لو عدو مش هيعمل كده فينا. لو عدو الشعب، لو احنا جبنا عدو كده لينا مش هيعمل كده فينا في الشعب زي ما الحكومة دي بتعمل. اتقوا الله فينا يا جماعة، اتقوا الله فينا، حرام عليكم. هما كده خلاص، هما حطوك في الواجهة، حطوك في الواجهة مع الشعب المصري. لان هما خلاص هما قروا فتحتك. وما فيش حاجة وحشة انت ما عملتهاش. وحش ما فيش اوحش من كده. على مدار السنين اللي فاتت دي كلها ما فيش رئيس وزراء افشل منك مسك مصر على مستوى التاريخ. هما فاهمين الكلام ده. فهم خلاص انت اتقرت فتحتك انت ووزارتك. مرحلتك عدت وانت تستاهلها بصراحة، لان انت هتذكر في التاريخ كأفشل رئيس وزراء مسك مصر. لك ان تتخيل يا مؤمن اللي من 2019 يعني 6 سنين هم رفعوا الوقود 20 مرة. مفيش دولة في العالم يا جماعة رفعت محروقاتها الا مصر في العالم تما 20 مرة في خلال 6 سنين. الوقود العالمي بيرفعوا، الوقود العالمي نزل بيرفعوا برضو. فده تسميه ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه من الشعب المصري يا جماعة؟ انتوا المفروض حكومة جايين تريحوا الشعب، جايين تريحوا المواطن المصري، مش جايين تتعبوه. طيب هل انت زودت الدخل المواطن المصري بنفس قيمة الزيادة اللي انت بتزودها في المحروقات او في السلع؟ طب انت ما انتش عارف اللي زيادة الوقود بالذات السولار والغاز المنزلي بتزود من خلالها جميع اسعار السلع؟ دواجن مثلا، شعبة الدواجن طلعت النهارده اقول لك احنا هنزود اسعار الدواجن. طبعا الدواجن بتزود اسعار البيض. الزيوت يا راجل يا مؤمن، وزارة التموين بدل بقول لك مش هنزود اسعار التموين، احنا بس هنشيل جزء من وزن ازازة الزيت. بدل ما كانت 800 جرام هتبقى 700 جرام. انت كده مش بتزود الاسعار؟ ولا بطريقة تانية بتخصك انت كده بتزودش؟ لما تشيل من وزن ازازة الزيت انت كده مش بتزود سعرها؟ انتوا بتضحكوا على مين يا جماعة؟ انتوا كحكومة فاشلة بتضحكوا على مين يعني؟ ولا انتوا مرحلتكم خلاص خلصت؟ عشان كده بيحطوكوا في مواجهة الشعب. الشعب فاهم كويس جدا اللي انتوا اصلا مالكمش عازة، ودي كلها قرارات تنفيذية لكم بتجيلكوا بتنفذوها بالحرف الواحد. انتوا مجرد عرايس بتحركوا بالخيوط، انتوا ارقوزات من الاخر يعني. احنا كشعب مصري ايه مطلوب مننا اكتر من كده يعني؟ الناس يا جماعة جابت اخرها، كل حلولكم على عكاهل المواطن المصري. طب انت عملت ايه في ملف اللاجئين يا جماعة؟ ليه المواطن المصري يدفع فاتورة مش فاتورته؟ انت عندك 13 مليون لاجئ، احنا بندفع فاتورتهم ليه؟ طيب انت بتكسب ايه من ورا اللاجئين دولت؟ والمكسب اللي انت بتاخده من ورا اللاجئين بيروح فين؟
طب لك ان تتخيل الخبراء الاقتصاديين عملوا احصائيه امبارح على الزياده اللي انت زودتها 2 جنيه، والغريبه اللي انت زودت كل حاجه 2 جنيه. يعني البنزين اللي هو بتاع الاغنياء ال 95 زودته 2 جنيه برضه، ال 92 قصدي 2 جنيه، ال 80 2 جنيه، السولار بتاع الغلابه اللي بيزود كل حاجه وكل السلع برضه زودته 2 جنيه. البوتاجاز الغاز الانابيب غاز الانبوبه بتاع الغلابه برضو زودته 25%، 50 جنيه، رغم ان هو بيوصل للمواطن باغلى من كده. انت مسعره ب 225، هو اصلا كان بيوصل للمواطن المستهلك ب 225، هيوصلوا بكام بعد كده بعد الزياده اللي انت زودتها 50 جنيه دي؟ انتوا يعني انتوا كوزاره انتوا عايزين ايه من الشعب المصري يعني؟ احنا بنصدق الناس تهدى يا جماعه وتشم نفسها، انتوا ليه مش عاوزين الشعب المصري يشم نفسه؟ ليه؟ وكأنكم ده اسرائيل نفسها، اليهود ما بيعملوش كده في شعبهم، اليهود اللي بقى لهم سنتين في حروب خلاص استنفذت، اسرائيل استنفذت، خلي بالكم استنفذت فعلا. ما عملوش كده في الشعب الاسرائيلي، ما زودوش عنهم اي حاجه. فرنسا بجايه قدرها علشان بس رئيس الوزراء فكر اللي هو يرفع الضرايب عليهم، شالوه في 20 دقيقه، اللي هو المجلس النواب بتاعهم شال الوزاره كلها في 20 دقيقه. بريطانيا العظمى زودوا من شهر او اقل من شهر الضرايب، الدنيا اتقلبت عندهم، رجعوا افكارهم تاني وقالوا احنا كنا غلطانين. الحكومة الوحيدة في العالم كله اللي بتيجي على شعبها هي الحكومة المصرية، حكومة مصطفى مدبولي الفاشل. العالم كله فيه ركود يا جماعة، انتوا بتستهدفوا الركود ليه؟ العالم كله اصلا فيه ركود، انتوا رايحين تستهدفوا الركود ليه؟ ايه اديني واحد مسؤول، نفسي واحد مسؤول يطلع، وزير بترول او رئيس وزراء او اي حد صدق على قرار زيادة المحروقات ده، يطلع يفهمنا هو زود المحروقات ليه. طب تخيلوا الدراسة، خبراء الاقتصاديين عملوا دراسة على الزيادة اللي هم عملوها دي. طبعا هم زودوا ال 95 10% بس بتاع الأغنياء، بقية المحروقات زودوها 13%، رغم ان في قانون هم اسنينه نفسهم اللي ما ينفعش يزودوا المحروقات اكتر من 10%. يعني حتى القوانين اللي هم بيسنوها بيكسروها. تخيلوا احنا عايشين في دولة عاملة ازاي، او عايشين مع ناس حكومتنا عاملة ازاي. نرجع للإحصائية اللي عملوها الخبراء الاقتصاديين، الناس اللي بتفهم، على الزيادة اللي عملها رئيس الوزراء، اللي هو بيها الناس او الرئاسة قرت فتحته خلاص من خلال الزيادة اللي هو عملها ديت. خبراء بيقول لك الزيادة اللي هو عملها ديت هتدخل، انت عندك البلد الحكومة تدعم الوقود عامة ب 75 مليار جنيه. الزيادة اللي هو عملها ديت هتدخل الحكومة في سنة 265 مليار جنيه. يعني انت كده مش مدعم المحروقات بأي جنيه، بل بالعكس انت في فارق 190 او اكتر مليار جنيه في السنة هيجولك من وراء الشعب، من وراء قوت الشعب، زيادة على الدعم اللي انت كنت بتعمله. هتاخد دعمك وهيطلع فيه فائض كمان اكتر من 190 مليار جنيه. الفلوس دي هتروح فين؟ حد يمكن يقول لنا؟ انت بتاخد الفلوس دي عشان عندك فشل في ملفات اخرى، بتعوض بالفلوس دي فشلك في الملفات الاخرى او عجزك في الموازنة في الملفات الاخرى. انت هنا مالكش حلول، انت هنا ما عندكش حلول. انت كل حلولك زي ما قلنا، انا بقالي شهر بقول كل حلول الحكومة ديت على كاهل المواطن المصري. انت يا سيادة رئيس الوزراء انت ما اتعلمتش حاجة. احنا اتعلمنا زمان حاجة اسمها، بيقول لك كانت نظرية في العلوم، الضغط يولد الانفجار. اتعلمتش انت حاجة زي كده؟ ولا انت زي ما بتجيلك التعليمات بتنفذ وخلاص؟ كنتش تقعد زي ما طلع رئيس الجمهورية ما قال لك ما فيش حد راضي يجي يمسك المنصب ده. فعلا ما فيش حد فاهم هيجي يمسك المنصب ده يا جماعة غير واحد زي مصطفى مدبولي. ان اللي عنده مبدأ واللي فاهم مش هيجي يتمالي عليه تعليمات ينفذها من غير ما يبقى مقتنع بيها. اللي فاهم مش هيعملها غير لما يكون صح. اللي عنده ضمير وفاهم مش هيعمل حاجة غصب عنه. انما فعلا هذا الرجل رجل هذه المرحلة وخلاص مرحلته خلصت. فانت هنا كحكومة انت انت خدت الدعم اللي انت بتدعمه لينا في المحروقات وخدت زيادة عنه مرتين. حد بقى يطلع يقول لنا الفلوس ديت الزيادة دي هتروح فين؟
انا موافق لو انت هتبني بيها مستشفيات، هتبني بيها مدارس لاولادنا، هتعمل اي مشاريع، اي انتاج، احنا موافقين بالكلام ده يا جماعه. لكن الفلوس دي بتروح فين؟ في الوقت اللي الدولار بينزل فيه عالميا والمحروقات بتنزل فيها عالميا، انت رايح تزود يعني البلد الوحيده في العالم اللي زودت المحروقات على شعبها هي مصر. حد يطلع فهمنا ليه وعشان ايه؟ طيب انت لما خدت القرار ده، هل انت قادر على تداعيات القرار ده؟ هل انت قادر تحارب التجار الكبار اللي هم بيتحكموا في اسعار السلع؟ انت قادر على كده؟ انت قادر تتحكم في السوق اصلا؟ انت كرئيس وزراء قادر تتحكم في السوق اصلا؟ انت مش قادر تتحكم في السوق اصلا. التاجر اللي عاوز يسعر اي سلعة، لو يسعرها ب1000 جنيه محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. انت ما انتش قادر اصلا على التجار اللي هم بيسعروا السلع في مصر. انت بتسيبنا مننا لهم، بتسيب الشعب منه للتجار الجشعة، لان انتوا اصلا منهم، انتوا من التجار دي. انتوا كحكومات، كحكومة مصطفى مدبولي، انتوا من التجار دي اللي بيتحكموا في الاسعار. فانتوا هتقدروا على نفسكم ازاي؟ الطمع والجشع وحش يا جماعة، والظلم وحش. الظلم وحش. انتوا لو عاوزين نرد عليكم بالدين وبالقرآن وبالسنة هنرد، زي ما انتوا بتحاولوا تعملوا تكلموا بالدين. الدين ما قالكمش تعملوا كده في شعبكم. الظلم وحش. لازم يبقى عندكم عدل، وزي ما قلت لكم الضغط يولد الانفجار. يعني كان ممكن تزود، بس بالنسبة لو انت كنت زودت ربع النسبة دي، اللي انت لو كنت زودت نص جنيه بس على المحروقات، كنت هتلم دعمك للمحروقات في خلال السنة كلها، ال75 مليار جنيه مصري. لو انت كنت زودت المحروقات دي نص جنيه بس، كنت انت كده هتلم دعم الحكومة للمحروقات. ايه ليه بتزود 2 جنيه على كل على جميع انواع المحروقات يعني؟ وليه كلهم زي بعض؟ ليه بتساوي الغني زي الفقير؟ ليه ما سبتش السولار مثلا، ما زودتوش السولار غاز الانبوبه المنزلي، وغاز الناس اللي بتشتغل بيه في المحلات والمطاعم؟ طب انت يعني انت بالتعديل ده او بالزياده دي، انت مش عارف اللي كل حاجه هتزيد؟ كل حاجه هتزيد على المواطن. انت زودت الدخل الفردي المصري زي ما زودت المحروقات كده. ما انتش قادر تصبر مثلا لشهر 6 اللي جاي مع زيادة المرتبات؟ انت طالع بتقول مش هنزود خلال سنة كاملة. طب انت مين اللي هيصدقك اصلا؟ انت كل بياناتك كذب في كذب. انت طالع هنا من شهر او اقل من شهر هتقول احنا عدينا الازمة الاقتصادية. منين اللي انت عديت الازمة الاقتصادية، ومنين انت جاي تزود المحروقات على المواطن المصري؟ تضحك على مين يا رئيس الوزراء؟ تضحك على مين؟ اطلع قول الحقيقة. احنا شعب بنستحمل على فكرة، وعايزين مصلحة الوطن ده، بس اطلع قول لنا الحقيقة. انت بتضحك علينا ليه؟ انتوا يا جماعة بتحسسونا ليه اللي انتوا مستهزئين بالشعب المصري كده؟ بتحسسونا اللي انتوا بتفتروا على الشعب المصري. انتوا فعلا بتفتروا على الشعب المصري. انتوا بتتعاملوا معانا معاملة المستضعفين. انتوا بتتعاملوا معانا معاملة المستضعفين. يا جماعة ما تعملوش زي فرعون. ربنا كبير وموجود. احنا الشعب المصري مش ضعيف ولا مستضعف، احنا شعب بنستحمل وعايزين مصلحة البلد دي. فانتوا ليه بتوقعوا البلد دي بنفسكم؟ يعني ألد أعدائنا ما يقدرش يعمل اللي الحكومة بتعمله بصراحة. ليه وعشان إيه يعني؟ يا جماعة مصر مش فقيرة، مصر كلها خير والله. ليه بتعملوا كده؟ إيه ما عندكمش حلول يا جماعة؟ امشوا يا جماعة. ما عندكمش حلول للبلد؟ البلد دي مليانة موارد ومليانة خير. ما عندكمش حلول؟ امشوا خلاص. إحنا زهقنا، الشعب زهق والمواطن زهق. مش كل حاجة على حساب المواطن، وبتزودوش من دخولنا نهائي. الناس هتعمل ايه يا جماعه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان.